السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا في يوم جديد، كل سنة وانتم طيبين يا اخواتي. النهارده 9 من رمضان، يا رب يجعله علينا كلنا يوم خير يا رب، علينا وعلى عيالنا وعلى أمة محمد أجمعين. كل إنسان بيحب الخير للتاني ربنا يدوله أضعاف أضعاف. وجاية النهارده بشكر اخواتي اللي في ظهري، اللي بعد ربنا سندي في البرنامج، اللي ما بيسيبونيش، اللي بيسمعوا مني وبيصدقوني وبيثقوا في كلامي ان انا ما بكذبش. الحمد لله بفضل الله. انا حياتي كان بعد ما جوزي مات راحت خالص، بعد ربنا بالناس الجدعه اللي وقفت جنبي. دي دعوه جوزي عامه، كان بيدعي لي يقول لي روحي ربنا يكرمك ويعوضك من احسن ما انت تتخيلي، عشان انا وقفت معاه في مرضه وقعدت تحت رجليه وعمري ما كليت معاه يوم. كنت ست ليه مخلصه، فربنا عوضني باخواتي الجدعان اللي واقفين جنبي، اللي سند بعد ربنا، اللي مش سايبيني ولا انا ولا الناس اللي معايا. فانا بجد طالعه اشكر كل اخ ليا وقف جنبي، قدر يخليني ادخل فرحه ببيتي، قدر يساعدني ان انا اجيب حاجه لاولادي. ف بجد انتوا عملتوا حاجات كتيره قوي في جبر خاطر الناس، كمان سيبكم مني انا، جبر خاطر الناس اللي انتوا بتجبروه. وبشكركم من قلبي، وربنا يديمكم في حياتي نعمه، ويا رب يبعد اي حاجه وحشه عني وعنكم. يا رب ما اشوفش فيكم اي سوء، يديكم الخير اللي بتدوا للناس. اي ست واي حد بيدعي دعوه ليكم تكون طالعه من القلب، صدقوني ربنا بيعوض بعدها. صدقوني انا دلوقتي احسن من الاول بكتير. انا كنت حاجه وبقيت حاجه. بقيت يعني انا ممكن اكون عايشه حاسه ان انا تايهه في الدنيا، بس ربنا ما بيسيبنيش. وقت ما بقول يا رب بلاقي ربنا جنبي، يقول لي انا موجود. عبدي يترجاني فانا استجيب له، ربنا بيستجيب لي في كل حاجه. الحمد لله بفضل الله. انا وصلت المكانه بالدعوات من الناس انا راضيه بيها. انا مش طمعانه ابني قصور ولا ابني بيوت ولا ابني، انا طمعانه في رضا ربنا، وان انا الاقي العيشه الكويسه انا واولادي، وبعد كده مش عايزه حاجه تاني. فانتوا عملتوا كل حاجه تقدر تساعدني وتساعد الناس اللي معايا. فانا نزلت النهارده والله العظيم، وانا بشتري الحاجه بديها لكم من قلبي، بقول الله يكبر بخاطركم، كل كبر خاطر كبر بخاطري وقف معايا. انا عارفه انتوا قد ايه تعبتوا معانا وبتضحوا من فلوسكم من مالكم، صدقوني ربنا يدوكم اضعاف اضعاف. نزلت اشتريت بقى حاجات النهارده، بدعت بقى برضه يعني. عايزه اقول لكم جبت خزين مثلا ممكن ايه 10 ايام لقدام. نزلت جبت مرق دجاج، جبت خل حبوبه، ده انا بحبه قوي بصراحه، انضف نوع خل حبوبه. ده للستات بقى اللي بتسمعني، الستات المكبوت، ده خل ايه حبوبه. وجبت كيلو دي حبوبه برده جميل قوي. قلت عايزه اعمل طحينه كيلو دي، وجبت ربع سمسم عشان اعمل طحينه، عشان اوريكم قدراتي بقى. انا ست بيت شاطره والله العظيم، بس للاسف بقى ما عنديش اللي انا اقدر اعمل بيه. يعني نفسي ربنا يكرمني في القناه وقناتي اليوتيوب تعلى، عشان خاطر بجد والله العظيم عندي محتوى حلو، عندي احسن اكل اعرف اعمله، احسن طبيخ، اكل عادي خالص واكل مكلف قوي. انا بحب دايما البساطه، بحب اشتغل من ربع كيلو، لان مش كلنا هنجيب بال10 كيلو لحمه وبال5 كيلو كفته كلنا على القد، الدنيا ماشيه على القد، الدنيا غلا. النزله اللي انا نزلتها دي معديه 3000 جنيه وحاجات يعني ما تذكرش قوي. امال بقى على قدنا احنا، انا بتكلم عن الناس اللي على قدها المتوسطه اللي على قد حالها. وجبت كيلو ثوم، وجبت ليمون، وجبت جرجير، وجبت بيت بلدي، جبت الحمد لله ما اتكسرش 15 بيضه، وجبت طحينه عشان اعمل بتنجان بالبابا غنوج مع كفته النهارده، وجبت جبنه قريش نص كيلو عشان بحبها، عشان انا ما باكلش اصلا. وجبت اللهم صل على النبي لحمه مفرومه اهو، قلت له اعمل لي كل كيس ربع، يعني يا دوبك بعمل بيه بشكله انا بخلي كده. جبت كيلو الا ربع لحمه كل كيس، يعني جبت كيلو ونص لحمه، وجبت كيلو ونص لحمه، وجبت 40 كبده. الكبده دي الخلوط بقى انا جايبها لها. وجبت كيلو الا ربع لحمه هنا وكيسين كبده نص، وجبت بتنجان عشان اعمله بابا غنوج، وجبت 4 كيلو بصل، وجبت اللهم صل على النبي موز. الموز عجبني، جبت الموز ده جميل، جبت 2 كيلو ونص. وجبت طبعا اللحمه لوحدها بالكبده معديه 850 جنيه، هي داخله في 900 جنيه اللحمه بس، والجبنه والبيض والحاجه عدت ال 120 جنيه. وجبت الحاجات من بتاع العطار اللي انا هوريها لكم دلوقتي، اللي انا وريتها لكم طبعا بوريكم بقيتها. جبت 4 علب جبن، بدل ما انا باكل الجبنه القريش، هما بياكلوا الجبنه دي بدومتي. جبت 4. جبت
زيتون عشان احطه على الجبنه القريش، قالوا لي حلو للمعده وكده. 60 جنيه الازازه دي جميله جدا، الراجل قال لي جميله اسمها غصن. وجبت اللهم صل على النبي عيش شامي ب 20 جنيه عشان الكفته اللي هعملها. وجبت طماطم والله العظيم ب 5 جنيه ورديه. بصوا في منها صغير وكبير بس حلو، يعني مش لازم ب 5 جنيه. جبت 5 كيلو. طبعا العطار لوحده واخد 450 جنيه. جبت بلح ده جميل، عارفين البلح ابو عجوه ده، البلح اللي زي العجوه ده اللي مش قوي، لما بتفصصيه وتشطفيه وتفصصيه وتضربيه في الخلاط مع اللبن كانك يعني اللبن اللي احنا بنعمله، بس بيبقى اجمل اطعم واجمل. انا بعمله بصراحه عشان انا ما باكلش، انتوا عارفين التكميم ما بياكلنيش فبيغذيني. وجبت هنا صويا صوص اهي. وجبت اللهم صل على النبي فيجيتار حار نص كيلو عشان يبقى عندي. وجبت 4/4 شعريه. وجبت دبس رمان. انا على فكره بشتغل بالحاجات دي دايما في المشويات، وحاجتي كلها بتبقى بالحاجات دي. شوفوا بقى جبت قد ايه. وجبت لبن كيلو لبن نصين. وجبت زبادي عشان هعمل زبادي النهارده، بعمله جميل تحفه هيعجبكم قوي. وجبت البن، عايزه اقول لكم بني العماد ده انا ما اقدرش اعيش من غيره، عايش من غير اي حاجه الا البن ده، الحاجه اللي انا بحبها. بني العماد ده بني محوج بس بني تحفه، عندنا بنجيبه الطن ب 51. وجبت فلفل اخضر كيلو. وجبت جزر 2 كيلو، كيلو 6 ونص. وجبت بقى رابسو اللي هو اوكسي بالبلندر، جبت كيسين ب 30. وجبت كرول وجبت فنيك وجبت ديتول بس الحاجات دلقت بقى. وجبت كاتل عايزه. جبت بقى اهم شيء بني بقى عشان انا اعرف اكل. انا عامله على فكره مخلي ومصوراه وهنزله. جبت كيس ترشي بلدي ب 20 جنيه. وجبت ايه تاني؟ بصوا عماله اقول لكم جبت ايه تاني. جبت بقى اهم في الاهم اي حاجه خالص الكاتل ده عشان انا بضمانه كله. هو قال لي 220 خدته ب 210، ما لقيتش اكبر من كده، كان نفسي اجيب الاكبر ما لقيتش. ده لتر ونص. بصوا بصوا عشان الكاتل بتاعي اتحرق اهو. جبت قلت بيبقى تحت ايدي بقى ميه سخنه على طول بلاقيه، ومع الضمان بتاعه 210. 210 دلوقتي. احنا ربنا يخليكم يا اخواتي ليا اللي واقفين جنبي، واقسم بالله انا مهما اديكم حقكم مش هوفرلكم. انتوا اجدع اخوات قابلتها في حياتي، اخوات محترمه، اخوات على نيه صافيه، اخوات بتعمل لوجه الله لوجه الله 1000 مليون مره. عمر، سليم، محمود، امير، غلا، لولو، الناس اللي كانت بتعمل لوجه الله معايا، اللي معايا موجود دلوقتي، محمود، امير، سليم، عمر، الناس الطيبه الجدعه اللي واقفه لوجه الله. انا بشكركم من قلبي يا اخواتي. بعد ربنا وبعد ربنا تاني انتوا اللي في حياتي نعمه، انكم تقفوا جنبي وقت ما بقول حد محتاج بلاقوا جنبي. فيا جماعه بجد والله العظيم مش الحياه اكل وشرب ولا موت عن الحياه، بل بالعكس صلاتنا واستغفارنا وعبادتنا لربنا ونتمنى الخير للناس، ربنا يدونا ضعف. ومهما حد يجي عليكي صدقيني ربنا مش رايد ليكي شر، عمره ما هيأذيكي ابدا، لان ربنا كريم وحنين وعوضه كبير قوي. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. في ناس بتفهم هند عزت غلط، لكن اللي يفهم هند عزت صح ويعرفها صح يعرف يتمنى ان يكون هند عزت صاحبتي. لان انا بجد لما بحب واحده بحبها من قلبي، بخلص لها من قلبي، بحب ان هي تكون احسن من اي حد. لكن للاسف انا اتغدر بيا كتير، بس ربنا عوضني بيكم انتوا. ربنا يخليكم في حياتي نعمه. ورمضان كريم عليكم وعلى عيالكم، ويجعل اللي بتعملوه في ميزان حسناتكم، ويعرفوا فايده التكميم. اللي عايزه تعملي تكميم اعرفي الفايده، ان انا بقيت حد تاني وبقدر انزل وبقدر اطلع وبقدر اجيب طلباتي. وبحبكم في الله يا اجمل اخوات في الدنيا، واشوفكم على خير. وشوفوا قناتي اليوتيوب، تعبت بقى من كلمه شوفوا عندي فيديوهات ومش عايزه انزلها من اليأس. شوفوا قناتي اليوتيوب، وبعد رمضان باذن الله فيديوهات كتيره قوي هتلاقوا عندي، وهتعرفوا قدرات هند عزت ايه. واشوفكم على خير يا اخواتي، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.